بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك. الفوز بالدوري ال15 اللي هو من أصعب الدوريات اللي شفتها في حياتي بصراحة. فريق ما عندوش ريحة أي إمكانيات، فريق يعني إمكانياته ميتة جدا، إمكانياته بسيطة جدا مقارنة بخمس ست فرق في الدوري الممتاز، يعني يطلع مركز سابع. وسبحان الله، فريق بجمهوره الواعي، جمهوره اللي بيروح وراه في كل المدرجات، بيملى كل المدرجات وبيروح وراه في كل الاماكن، يستطيع انه ياخد البطوله الكبرى اللي هي بطوله الدوري العام. الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، دوري محمد صبري ودوري الفنان المرحوم هاني شاكر. مباراه جامده جدا، وكل الفرق بتلعب قدامنا، والاعلام المصري، وانا قايلها في فيديو سابق، الاعلام المصري ما بيشحنش الا رؤساء الانديه اللي هتلعب الزمالك. رئيس نادي انبي بيطلع، رئيس سموحه بيطلع، رئيس سيراميكا بيطلع، وكل دول بيعملوا مكافآت عشان يكسبوا الزمالك. الزمالك مين بقى؟ الزمالك اللي ما عندوش اي امكانيات، الزمالك اللي عنده لعيبه على قد حالها، يعني لعيبه على قد حالها. سبحان الله سبحان الله، اللعيبه ديت بقت اسود في قلب الملعب. صراحه انه يعملوا انجاز زي ده، اول حاجه طبعا الجمهور هو اللي واقف وراهم. يعني اول حاجه درع الدوري ده جمهور نادي الزمالك اللي يستحقه 90%، 95%. الدوري ده دوري الجمهور، دوري الجمهور فعلا. الزمالك زي ما قال محمد صبري الله يرحمه، الزمالك بيكسب بشقانه فعلا، بيكسب بشقانه. كل الفرق بتلعب قدام الزمالك، كل الفرق. بصوا الماتش الاهلي والمصري، ماتش عادي جدا جدا. بص الماتش الاهلي وانبي، انبي اللي كان بيدافع قدام الزمالك ازاي وبيهاجم قدام الزمالك، ماتش عادي جدا جدا. بصوا الماتش الزمالك وسموحه، اللي سموحه سابع الدوري ومش محتاج الماتش، وبيموت نفسه في قلب الماتش، بيموت نفسه في قلب الماتش، وياخد او عايز مكافآت اللي رئيس النادي وعده بيها مكافآت. رئيس سيراميكا كليوباترا هياخد مركز ثالث عشان اللعب بقوه قوي. هو اللعب ما بنقولكش ما تلعبش بشرف، بس لما تلعب بشرف العب قدام كل الفرق بشرف، ما تلعبش احنا قدامنا بس بشرف. احنا لو كنا واثقين في الحكام المصريين ما كناش جبنا حكم اجنبي، رغم انه ظلمنا في الهدف الثاني، بس مش مهم. حتى لو الحكم ده لغى الجون الاول احنا ما كناش هنقول حاجه، لان احنا اللي جايبينه، والحكم محايد، والحكم اجنبي ما نعرفوش. انما عدم الثقه في الحكام المصريين اللي بتعينهم لجنه المسابقات، وبتحط حكام معينه بعينها لفرق معينه بتلعب عشان تكسبهم، فده الوضع اللي ما بيبقاش طبيعي. شو الدور الاول كان بيحكموا امين عمر للاهلي مع مصر، الدور الثاني امين عمر للمصر. امين عمر ده اللي حسب ضربه جزاء للاهلي بعد ما الوقت انتهى في ماتش المصري وضاع. فهو نوعيه الحكام دي احنا رافضينها، احنا نفسنا نبقى الدوري اللي موجود يا جماعه يبقى دوري زي ما بنشوفه في اوروبا، ملوش اي انتماءات، مفيش حكام لها انتماءات، مفيش حكام خايفه من الاعلام فما تحكمش تاني. احنا بنشوف الحكم اللي بيخطئ في ماتش الاهلي، انا مش عايز اقول لك ما بيجيش تاني. احنا بنلاعب منظومه كامله، الزمالك واخد الدوري النهارده بمنظومه كامله ضد منظومه كامله، حاجه مش طبيعيه. يعني احنا بنلعب في ظروف غير طبيعيه، لو احنا بنلعب وعندنا فلوس ومليارات برضه بنلعب في ظروف غير طبيعيه، لان احنا بنتحارب من الاعلام، بنتحارب من الحكام، بنتحارب من رابطه الانديه اللي بتغير قرارات لصالح فريق وبتحط قرارات. يا جماعه ما حصلش قبل كده في مصر ان فريق بعد 4 ايام، ده بيراميدز اللي ما عندوش شعبيه وما عندوش جمهور، ما لعبش بعد 4 ايام نهائي البطوله السنه اللي فاتت بتاع رابطه الابطال، ما لعبش، ادوا له اسبوع. احنا طلعنا رحنا الجزائر بعد 3 ايام بنلعب ماتش في الجزائر، والفريق الجزائري مريح اسبوع، 10 ايام كمان، ومتاجل له الماتش، متاجل عندهم يجي 8 9 ماتشات للفريق الجزائري. احنا لا، احنا الدوري بتاعنا خالص الدوري بتاعنا خالص ما لناش ولا ماتش مؤجل، احنا ما لناش ولا ماتش مؤجل، ولاعبين النهائي هم لهم يجي 8 ماتشات مؤجله. الفريق اللي كان بيلعبنا له 8 ماتشات. شوف الاجهاد، كميه الاجهاد اللي على الفريق، الفريق ما امين، اللي ما عندوش ريحه الامكانيات، فريق ميت، امكانيات ميته، وقف قيد بملايين. وفي فرق تانية ما عندها كل حاجه، وعندها كل الامكانيات وكل اللعيبه وكل التحيز وكل الاعلام، ومع ذلك فاشله، واخده المركز الثالث. وانا بتكلم عن الاهلي لان فعلا لما تيجي تشوف ماتشات الاهلي وتجيبها وتحللها هتشوف 6 7 ماتشات لا يقل عن 8 ماتشات كمان الاهلي واخد الثمان ماتشات دول كلهم بالتحكيم. الماتش اللي طلع الاهلي فيه وجاله ضربه جزاء وما اتحسبتش، الحكم اتوقف والحكم نزل درجه تانية، والحكم مش هيتعمل تاني، وغطت على الحرب اللي دايره ما بين ايران وامريكا واسرائيل. والله غطت، افتح التلفزيون الاقي ضربه جزاء للاهلي في سينما، في السينما.
يعني مش في البرامج الرياضيه، في السينما. ايه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ امال احنا نقول ايه؟ امال على مدار التاريخ بتاعنا نقول ايه؟ عشان يعرفوا الزملكاويه بس ان البطوله اللي بناخدها ب 15 بطوله مش ب 10 بطولات. بتبقى اما تجيب تفسر كده الحاجه اللي احنا بنعملها بتلاقي حاجه غير طبيعيه. انت اخدت البطوله من كل المنظومه، من كل المنظومه. المنظومه كلها ضدك والانديه كلها ضدك، كله ضد. مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهير نادي الزمالك دوري محمد صبري، اللي هو انا في نظري اغلى دوري حصل في تاريخ نادي الزمالك، واغلى بطوله حصلت في تاريخ نادي الزمالك هي بطوله الدوري دي. اهم من الكونفدراليه 100,000 مره، واهم من اي بطوله خدها الزمالك، نظرا زي ما انتم شايفين للفترات والظروف الصعبه اللي الزمالك بيمر بيها. مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.